السلام عليكم دكاترة المستقبل، معكم أيمن عبد الله، والنهارده إن شاء الله معانا مراجعة ليلة الامتحان للصف الثاني الثانوي. معادنا مع الفصل الثاني النقل. احنا زي ما احنا متعودنا في كل الحلقات إن احنا بنقسم النبات لوحده والإنسان لوحده. النهارده معانا النقل في النبات. تعالى نبدأ كده مع بعض. أنت عندك فكرة عن الشكل ده، إن ده كده نبات، ده كده بداية جذر، وده ساق، وده ورقة. قلنا في الفصل الاولاني ان احنا محتاجين نعمل جلوكوز، وعلشان نعمل الجلوكوز محتاجين مواد كيميائيه هنجيبها من تحت نطلعها فوق، وبعد ما نعمل الجلوكوز فوق محتاجين نوزعه لكل حته في النبات. اذا انا محتاج اوعيه، مواسير تنقل لي الحاجات من تحت لفوق ومن فوق لتحت. طيب ايه اللي انت محتاجه تدخله من تحت؟ حاجه مثلا زي الميه، مثلا حاجه زي الاملاح، لما تدخلها من البشره زي ما قلنا في الفصل الاولاني وتعديها من القشره وتدخلها على الماسوره دي، اذا الماسوره دي تقدر تطلعها فوق. اسمها ايه بقى الماسوره دي؟ اسمها خشب. احنا هندرس الخشب. طيب انت لما تطلع فوق وتعمل عمليه البناء الضوئي يتكون الجلوكوز، محتاج توزع كل حته لفوق ولتحت في كل مكان، فمحتاج الماسوره الثانيه دي هنسميها لحاء. اذا مطلوب مننا ندرس نقلين. النقل الاول نقل ماء زائد ملح، النقل الثاني نقل غذاء ممكن يكون جلوكوز او سكروز او غيره. مين اللي هينقل ده؟ حاجه اسمها خشب. مين اللي هينقل ده؟ حاجه اسمها لحاء. اتجاه النقل ده من تحت لفوق يعني عكس الجاذبيه، وده اتجاه النقل داخل الوعاء، ممكن فوق لتحت او من تحت لفوق ايا كان. يعني ممكن يكون النقل من هنا لاعلى او ممكن يكون النقل من هنا لاسفل. اذا المواسير اللي هتعمل الكلام ده عندها القدره انها تطلع لفوق ولتحت. طيب انا عودتك دايما في الشرح ثانيه ثانوي عام ثالثه ثانوي عام بندرس التركيب والوظيفه. احنا اللي قدامنا ده تركيب وبعدها هناخد الوظيفه. انت عشان تاخد تركيب الخشب واللحاء محتاج تقطع في الساق. هنقطع طبعا في الساق، بنسميه قطاع عرضي. قطاع عرض في الساق، ادي القطاع العرضي في الساق. انت لما تقطع كده وتقلب هيبقى الشكل بتاعه مدور بالشكل ده. انا عندي طبقات، الطبقه السوداء اللي بره دي بنسميها دايما في الاحياء بشره، وبعد كده عندنا الثلاث طبقات بنسميهم قشره، ثم عندنا شكل بيتكرر، كل الشكل ده بنسميه اسطوانه وعائيه، وفي النص كده حاجه بنسميها نخاع. تاني، مين الطبقه اللي في الاول؟ بنسميها بشره، والثلاث طبقات التانيين اللي بعدهم بنسميهم قشرة. أول حاجة فيها بنسميها كولانشيمي، واللي بعدها بنسميها بارانشيمي، واللي بعدها بنسميها غلاف نشوي. كده انت خلصت القشره، خلصت البشره وخلصت القشره. هنخش بعدها على الشكل اللي بيتكرر. خلي بالك احنا بندور في الشكل ده كله على الاوعيه، يعني في حاجات مش تبع النقل وفي حاجات تبع النقل. مين اللي تبع النقل؟ اللي هو الخشب واللحاء. الخشب واللحاء ده بنلاقيه في الشكل اللي بيتكرر ده. الاخضر ده هو اللحاء والاحمر ده هو الخشب. اذا حضرتك الشكل ده فيه خشب ولحاء وكذلك وكذلك، فالامر بيتكرر، وفي النص فيه حاجه اسمها نخاع. احنا عايزين نخش على ترتيب الاحداث هنا. اول حاجه اللي هو الخط الاسود ده، الطبقه دي بنسميها بريسايكل، وعندنا الاخضر ده اللي يهمنا بنسميه لحاء، ده مهم جدا. وعندنا اللي بعده اللي هو الازرق ده اللي هو البيانه رقم 7، حاجه بنسميها كامبيوم، هنعرف هي ايه. وبعد كده عندنا الخشب اللي هو ناحيه الداخل. خلي بالك دايما الاسئله بتيجي تتكلم مين هو اللي ناحيه بره، مين اللي ناحيه جوه. مين اللي بره في الشكل الدائري ده؟ مين ناحيه بره في المحيط اللي بره؟ الاخضر. ومين ناحيه جوه؟ اللي هو الاحمر ده. اذا الخشب ناحيه الداخل في القطاع العرضي واللحاء ناحيه الخارج. طيب لو انا كتبت البيانه اللي في النص ديت اللي هي رقم 10 بنسميها نخاع. طيب البيانه اللي هي الفراغ اللي بين الاشكال دي اللي بتتكرر بنسميها اشعه نخاعيه. كده يا دكتور احنا خلصنا الشكل ده، بس احنا عايزين نقرب اكتر، نخش زوم كده ونقرب اكتر. فاحنا هنضطر نقطع خرطة بيتزا جزء من القطاع العرضي ونكبره زي اللي قدامك ده. فكل البيانات دي هنكبرها شوية. حضرتك الصف الأولاني ده هو البشرة. يلا كمل معايا بقى يا شطور. الكولانشيمي أهي، طب البارانشيمي أهي، طب الغلاف النشوي أهو، طب البريسايكل أهو، طب اللحاء بقى اللي احنا عايزينه أهو، طب الكامبيوم أهو، طب الخشب الشكل الاحمر ده كله، طيب الاشعه النخاعيه هي الحته دي، طيب النخاع هو الجزء اللي تحت ده.
باقي بقى الجزء ده بنسميه برانشيما زي اللي فوق، بس بنسميه برانشيما الخشب. برانشيما الخشب عشان افرق ما بين البرانشيما ده والبرانشيما اللي فوق. طيب حضرتك مطلوب منك انت كده عرفت التركيب، بس برضو انت يهمك كل الجزيئات ديت الاجزاء اللي موجوده في التركيب، ولا يهمك اجزاء معينه؟ اكيد اجزاء معينه اللي هو اللحاء والخشب. طيب الكامبيوم اللي في النص ده وظيفته ايه؟ وباقي الحاجات وظيفتها ايه؟ هناخدهم واحده واحده على السريع، بس برضو بيهمنا مين؟ اللحاء والخشب. الكامبيوم ده الخلايا اللي هنا ديت بتنقسم وتدي لحاء، بحيث ان النبات لما يزيد في العمر او يزيد في الحجم محتاج لحاء اكتر. فالكامبيوم اللي فوق ده بيعمل لحاء، الكامبيوم اللي تحت ده بيدي خشب. يبقى مع الوقت الخشب هيزيد، مع الوقت اللحاء هيزيد، والكامبيوم هيقل لان هو بيتاخد منه ويتعمل منه اللحاء وبيتعمل منه الخشب. كده انا عرفت اللحاء بتاع ايه بينقل الغذاء، عرفت الخشب بتاع ايه، الكامبيوم بتاع ايه. تعال ناخدهم بقى سريعا من فوق. البشره دي حمايه، الكولانشيمي بتعمل عمليه تدعيم وممكن في بعض الحالات تعمل عمليه بناء ضوئي. البارنشيمي بتعمل عمليه تهويه. الغلاف النشوي من اسمه بتعمل عمليه تخزين نشا. والبيروسايكل عمليه تدعيم وصلابه اكتر من الكولانشيمي اللي فوق. والاشعه النخاعيه بتوصل ما بين الجزء ده الى الجزء ده، يعني بتوصل ما بين القشره وما بين النخاع ممرات طالعه وهي ماشيه في اتجاهات كده، عشان كده بنسميها اشعه عامله زي اشعه الشمس. طيب والنخاع ده بنخزن فيه بقى في النص، بنخزن فيه كميه غذاء كبيره جدا، عشان كده الخلايا بتاعته تبقى كبيره عشان فيها عمليه تخزين كتير. نرجع ونقول احنا مهتمين بايه؟ بالنقل، يعني مهتمين باللحاء والخشب. عشان كده هناخد الحته بتاعت النخاع، الحته بتاعت اللحاء دي ونقلبها بقى طولي وندرسه. ناخد الشكل ده ونقلبه طولي وندرسه. يبقى احنا محتاجين ندرس القطاع الطولي للحاء والقطاع الطولي للخشب. بس قبل ما ندرس القطاع الطولي والقطاع الطولي محتاجين نعرف الكامبيوم بيعمل ايه. الكامبيوم حضرتك بيتحول للحاء، بيتحول لخشب. فاحنا هنجيب كذا خليه من بتوع الكامبيوم ونقلبهم طولي ونحطهم هنا اهو، ونشوف ازاي الكامبيوم يكون خشب زي ما مكتوب عندك مراحل تكوين الخشب، وكذلك برضو مراحل تكوين اللحاء. يعني يا دكتور الشكل اللي قدامي ده خلايا كامبيوم مترصه رأسيا فوق بعضها؟ طب وده خلايا كامبيوم مترصه رأسيا فوق بعضها؟ بس هيحصل لها شويه تحولات تعمل خشب، هيحصل لها شويه تحولات تعمل لحاء. تعال نشوف. بص يا فندم، الخلايا ديت فيها نواه وفيها سيتوبلازم، فيها عضيات وفيها جدار عرضي. كذلك نفس النظام، في نواه سيتوبلازم عضيات جدار عرضي. الشكل ده محتاجين نعمله منه خشب، الشكل ده محتاجين نعمل منه لحاء. فمحتاجين نعمل هنا ايه بقى؟ هنعمل شويه تغيرات شويه. النواه هنشيلها، يبقى شيل النواه عشان تفضي مكان للصعود اهو. طيب بالنسبه للسيتوبلازم عايزه؟ لا مش عايزه، عشان انت محتاج تنقل سائل، فهنشيل السيتوبلازم. طب العضيات هتشيلها برضه. طب الجدار العرض هتشيله. ايه ده؟ يعني انا هشيل كل حاجه؟ هشيل كل حاجه اهو. شلت كل حاجه. ليه يا دكتور بشيل كل حاجه؟ اصل انت عايز ترفع سائل عجز الجاذبيه، فانت مش محتاج حاجه تعاكس النقل اهو. بنشيل اهو، شلنا كل حاجه. يبقى تلاشت الانويه وتلاشى السيتوبلازم. ينفع الاثنين مع بعض نقول عليهم بروتوبلازم، ونشيل العضيات معاه برضو في البروتوبلازم، ونشيل الجدار اللي بالعرض. اصبح عندنا شكل ماسوره مجوفه من الداخل، طبعا مقفوله من هنا مقفوله من هنا، يعني زي الحته دي كده والحته دي، بس هي مش هتبقى مقفوله عشان الميه تخش فيها. في مشكله بقى ان ممكن ان يحصل عمليه ضغط عليها فتتطبق، فانا عشان امنع الضغط ده محتاج ان انا ادهن ماده من جوه تكون صلبه شويه. الماده دي بنسميها ماده ليجنين. طبعا شكل الدهان بتاعها او شكل الترصيب بتاعها من الداخل مختلف من نبات لنبات، بس احنا مش عندنا الشكل بتاعها بيختلف ازاي. في اماكن بقى احنا بنسيبها فاضيه مش عليها الدهان ده، عشان الميه وهي طالعه في الوعاء دهوت ينفع تخرج او تدخل من خلال الفتحات دي. اذا اللي قدامي ده مين؟ هسميه وعاء خشبي. طيب دكتور ركز معايا، حضرتك انت عندك وعاء خشبي، مراحل التكوين بتاعته اهي قلناها، يتلاشى ويتلاشى ويتلاشى ويتلاشى. طيب عشان نعمل عمليه التدعيم بتاعته اضطرينا نحط الماده اللي اسمها ايه؟ ليجنين. جميل. حضرتك
الميه تطلع كده هيحصل فيه مشكله في عكس الجاذبيه؟ لا، عشان ما فيش حاجه بتعاكس. طب بالنسبه للصلابه هيطبق؟ لا، عشان في ماده الليجنين. طيب في بقى خليه واحده مش شويه خلايا جنب الشكل ده حصل فيهم نفس التحولات، شلنا النواه، السيتوبلازم، العضيات، والجدار بتاعها برضو تغلظ، بس الجدار العرض بتاعها مش تلاشى بقى، لا ده عمل الشكل ده، تدبب. يعني حضرتك احنا عندنا الشكل ده هيبقى بالمنظر دهوت، وبرضه هندهنه من جوه لجنين، وهنعمل برضه فتحات. دكتور لحظه، ده شكل وده شكل تاني، الاتنين مع بعض نسميهم خشب، لكن ده بنسميه وعاء وده بنسميه قصيبه. يعني يا دكتور الخشب بيكون من كام حاجه؟ حاجتين، وعاء وقصيبه. الميه هتطلع من هنا تخش من خلال النقر، ممكن تخش في النقر دي وتمشي بالعرض، اذا الاثنين دول بيساعدوا على ان الميه تطلع فوق وتمشي بالعرض. كده احنا عرفنا ازاي نعمل خشب. تعالوا بقى نشوف اللحاء. اللحاء هتشيل النواه بتاعته عشان ننقل الغذاء، هنشيل النواه بتاعته. شيلنا النواه يبقى تلاشت الانويه. طب بالنسبه للسيتوبلازم لا هسيبه. طب بالنسبه للعضيات هشيلها. طب بالنسبة للجدار اللي بالعرض هنشيله ولا نسيبه؟ بص يا دكتور، هو انت هتنقل عكس الجاذبية ولا مجرد ان انت تنقل من الخلية دي للخلية دي او من الخلية دي للخلية دي؟ انت هتنقل بس ما بين خلية لخلية، يعني انت لا هتمشي على طول كده ولا هتمشي على طول، انت بتسلم من خلية لخلية. طالما انت هتسلم من خلية لخلية يبقى انت مش محتاج تشيل الجدار اللي بالعرض ده، احنا يا دوب هنثقبه يبقى تثقبت الجدر العرضية، يبقى ده كده حضرتك هنفتحه. لكن احنا هنا جدار العرض هنا شلناه كله عشان ماشيين عكس الجاذبية، يبقى احنا محتاجين نفتح. محتاجين نفتح، يبقى شبه الغربال اللي هو زي المصفى كده، فحضرتك الشكل ده هيبقى مفتح فهنسميه صفيحة غربالية. كلها بقى على بعض هنسميها أنبوبة غربالية. طيب حضرتك عشان السائل يتحرك هنا، وده هنقوله بعد شويه، علشان الغذاء يتحرك هنا محتاجين طاقه، الطاقه في الاحياء بنسميها اي تي بي. طب علشان نصنع الاي تي بي محتاجين الميتوكوندريا، بس احنا شلنا الميتوكوندريا من ضمن العضيات، فهنضطر ان احنا نجيب خليه مجاوره للانبوبه ديت فيها نواه وفيها سيتوبلازم وفيها عضيات علشان تنتج الاي تي بي عشان تشغل الخليه دي، فما اقدرش استغنى عن دي. كل أنبوبة جنبها خلية هنسميها زميلها أو مرافقة فيها كل حاجة عايزينها عشان تنتج طاقة، دي هنسميها خلايا مرافقة. كده يا دكتور احنا خلصنا القطاع الطولي للحاء، القطاع الطولي للخشب. حضرتك القطاع الطولي للخشب شفنا الوعاء وشفنا قصيبة ومراحل التكوين بتاعتهم، القطاع الطولي للحاء شفناه وشفنا مراحل التكوين بتاعته. كده يا دكتور زي ما اتعودنا في كل حصة ان احنا نشوف التركيب ونشوف الوظيفه اللي قدامك ده، كده تركيب. هنبدا بقى نشتغل الوظيفه. يعني ايه نشتغل وظيفه؟ يعني الخشب ده هينقل ايه؟ ميه وملح من تحت لفوق بكام طريقه؟ باربع طرق. طب اللحاء هينقل بكام طريقه؟ بطريقه واحده بس. هنعمل دلوقتي حالا ازاي الخشب بينقل باربع طرق وازاي اللحاء ينقل الغذاء بطريقه واحده، وكده يبقى خلصنا النقل في النبات. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب. يلا بينا يا دكاتره نخش على الآلية. بص انا دايما وعلى طول وثابت تاني ثانوي عام تالتة ثانوي عام هنشتغل تركيب ووظيفه. انت شغال نقل في النبات، يعني انت في النبات ده هناخد تركيب حته معينه وناخد ازاي بتشتغل. حضرتك خدت قطاع عرض في الساق يبقى احنا خلصنا تركيب. باقي مين بقى؟ ازاي؟ تعالى هنا كده، الشكل ده انت بتشبه عليه اللي هو شكل الخشب، ادي الوعاء والقصيبه ومغلظ جوه او مرصبين جوه لجنين عشان نقويه. بالنسبه للحاء حضرتك دارس تركيبه وعارف ان اللحاء بيتكون من انبوبه وخلايا مرافقه. ده كده التركيب. عايزين نعرف بقى الآلية. تعال نشوف احنا عشان ننقل الميه والملح في الخشب هننقل من تحت لفوق، يعني عكس الجاذبيه، يعني من الجذر للورقه. فانت محتاج كام آلية؟ 4 آليات. ممكن النبات يستخدم 2، يستخدم كله، يستخدم واحده، هنشوف دلوقتي. طيب بالنسبه للحاء هي آلية واحده بس للنقل، واتجاه النقل بتاعه من تحت لفوق ومن فوق لتحت. تعال نشوف هنا كده الاربع الاليات، ادي خشب 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 خشب، كل واحد من دول هنشرح عليهم آلية فيزيائيه. الآليات دي اسمها آليات نقل الميه. احنا خدنا 4 آليات لامتصاص الميه، دول لنقل الميه. اول آلية فيهم هندي لها اسم بس بعد ما نشرحها. حضرتك لو دخلت الميه من بره تربه
من التربه من بره لجوه النبات بحاجه اسمها اسموزيه. حضرتك عارف ان الاسموزيه من ميه كتير لميه قليل، يعني جوه هنا كده في ملح فالميه تخش، الميه لما تخش بالاسموزيه هتبدا تعلى، لما تعلى لفوق فهي عامله ضغط لفوق، فهنسمي الخاصيه دي خاصيه ضغط جذري. دكتور الضغط الجذري معناه ان الميه بتطلع من عند الجذر من تحت لفوق نتيجه دخول الميه بالاسموزيه. يعني ايه هو شرط الضغط الجذري؟ انه يحصل اسموزيه. يعني علاقه طرديه ولا عكسيه؟ طرديه، كل ما ازود الاسموزيه كل ما يزداد الضغط الجذري. طب انا عايز اتاكد ان في عندي حاجه اسمها ضغط جذري، اجي اقطع النبات من تحت من عند التربه الاقي فيه ميه خرجت بطريقه اسمها طريقه ادماع. يبقى انا لو حابب اتاكد ان في حاجه اسمها ضغط جذري اعمل حاجه اسمها ادماع. دلوقتي الضغط الجذري طلع ميه ولا ما طلعش ميه؟ طلع ميه، بس مشكلته انه ما يقدرش يطلع ميه لغايه 150 متر. يعني في نباتات 150 متر وفي نباتات اقل شويه، حضرتك الضغط الجذري ما يقدرش يطلع ل 150 متر. اذا الضغط الجذري حلو ووحش، حلو انه طلع ميه بس وحش انه مش قادر يطلع ل 150. وبناء عليه تعالى نشوف الطرق الثانيه مين فيهم اللي يقدر يطلع ومين فيهم اللي عنده مشكله. تعالى مثلا نشوف الطريقه دي. حضرتك لو الانبوبه دي ضيقه والقطر بتاعها مثلا نص ملي او 4/10 ملي او 3/10 ملي او 2/10 ملي، لو بالمقاسات دي الجماعه بتوع الفيزياء بيقولوا ان الانبوبه الضيقه ديت تقدر تطلع الميه جواها لوحديها بخاصيه بنسميها خاصيه شعريه او بنسميها خاصيه الشعيريه، معناها ان هي رفيعه. كل ما يكون القطر اضيق كل ما يكون الميه طالعه فوق كويس. يعني عندك قطر ضيق الميه تطلع اعلى، فحضرتك اعلى مسافه ممكن نطلعها في اضيق قطر ممكن 150 سنتي، واحنا محتاجين كام متر؟ اللي يوصل ل 100 متر او 150 متر. اذا الخاصيه ديت حلوه ووحشه، طلعت ميه بس مش قادره تطلع لل 150 متر. تعال نشوف الخاصيه اللي بعديها. الخاصيه اللي بعديها بتقول ايه؟ بتقول لو انت عندك ميه تحت هنا وعندك ماده غرويه. دكتور سمعت عن الغرويه دي قبل كده؟ في الحلقات اللي فاتت، ارجع شوفها، اللي هي بتاعت التشرب. يبقى انت لو عندك ماده غرويه اللي هي مثلا زي الليجنين او ماده السليلوز، هنا موجود الليجنين، لو الميه دي موجوده هنا هتقدر تمسك في الليجنين بروابط، وينفع تمسك في الليجنين اللي فوقيه، وهكذا بقى تقعد تتنقل تقعد تتنقل تقعد تتنقل تتنقل تتنقل. اصل الليجنين ده بيبقى فيه منه الشكل الحلزوني ده، فالميه تتنقل معاه على حسب شكله. يبقى اذا الميه تطلع عادي مع الليجنين، يعني بتمتص، يبقى تفضل تطلع 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 معانا. نسأل سؤال، عايزين نسمي الخاصية دي، هنسميها زي اللي احنا سميناها في الامتصاص، هنسميها تشرب. ليه سميناها تشرب؟ لان انت استخدمت الليجنين والليجنين ده غروي، يبقى انا التشرب بيستفاد منه في عمليه الامتصاص ويستفاد منه من عمليه النقل. هنا عمليه النقل، بس بقول لك ايه، هو ده هيوصل ل 150 متر او 100 متر ولا لا؟ بص، طول ما هو الوعاء ده فيه ليجنين بطول الوعاء والوعاء موصل من تحت لفوق، طول ما هو فيه ليجنين التشرب هيوصل لفوق. بس حضرتك الكميه بتاعت الميه قليله ولا كتير؟ يعني كافيه النبات ولا مش كافيه النبات؟ التشرب بيطلع على الجدران لكن مش مطلع في النص. طالما مش مطلع في النص يبقى حضرتك كميه الميه قليله لان طالعه على الجدران بس، يعني عماله تطلع على الجدار بس مش طالعه في النص، يبقى الميه دي قليله. يبقى فشل التشرب ان كميه الميه بتاعته قليله لانها طالعه على الجدران فقط ومش طالعه في حاجه اسمها التجاويف. كده احنا هنطلع في الجدران مش هنطلع في التجويف، اذا كميه الميه هتبقى قليله. طيب تعالى نشوف الرابعه. بص يا فندم، ده كده الجذر، الشعيره الجذريه انت بتشبه عليها، دي الشعيره يعني الجذر، وده الورقه انت برضو بتشبه عليها عشان ده العمادي، وده الاسفنجي اللي خدناه في الفيديوهات اللي فاتت، ارجع شوفها لو انت مش فاكرها. وبرضو وعاء الخشب هيبقى فيه برضو الليجنين اللي احنا اتفقنا عليه في الخاصيه بتاعه التشرب. بص بقى، الخاصيه دي ممتازه جدا بس هي فيها كذا خاصيه فيزيائيه. بص يا فندم، حضرتك لو انت عندك الميه هنا الميه هنا الميه هنا الميه هنا ماليه الوعاء وصلت لغايه الورقه، ايه رأيك لو احنا طلعنا المية دي من خلال فتحات اسمها الثغرة، طلعنا المية على شكل بخار
وسميناه نتح، يعني كان الانسان بيعرق، ده برضه بيعرق. لما النبات يسخن او يتعرض للشمس يتعرض للحراره بيعمل نتح. طب لما يعمل نتح هياخد جزيئات ميه يخرجها، لو جزيء الميه ده بقى مرتبط بروابط هيدروجينيه مع الميه الثانيه، فمجرد ما جزيء ميه اتشد هيشد معاه التاني. اذا نتيجه حدوث عمليه النتح هيحصل شد، فالخاصيه دي بقى هنسميها ايه؟ هنسميها شد ناتج عن النتح. جميل. بس حضرتك هل عمود الميه لازم يكون ماسك بعضيه ولا مش ماسك بعضيه؟ يعني لازم يكون في روابط هيدروجينيه زي ما الكيمياء بتقول لنا ولا لا؟ لازم، شرط، عشان لو شديت ده يجيب التاني، فلازم يكونوا ماسكين في بعض، فبنسميها تماسك. يبقى حضرتك لازم النتح يحصل عشان يعمل الشد، ولازم التماسك يحصل. طيب رأي حضرتك ايه بقى؟ يفضل ان احنا نمسك جزيئات الميه بالليجنين ولا لا؟ نمسكها عشان ما تتشدش عكس الجاذبيه، فاذا هتفيدنا برضو في الخاصيه ديت. اذا مطلوب منا ان احنا نلزق جزيئات الميه على الجدران عشان تعكس معانا الجاذبيه. اذا مسكنها بالجدران ده بنسميه عمليه تلاصق. يعني ممكن نقول على التلاصق ده تشرب، صح؟ يعني انت تستخدم التشرب عشان تعمل الخاصيه دي. ادي لي بقى اسم للخاصيه دي، هنسميها شد وتماسك وتلاصق. ايه هي الشروط اللي لازم توفرها عشان نعمل ده؟ رقم واحد ان احنا محتاجين نتح، والنتح محتاج حراره، يعني انت لازم يكون في حراره عشان يبقى في نتح. رقم اتنين لازم يكون في روابط عشان نعمل تماسك. رقم ثلاثة لازم يكون في التصاق ما بين الميه والجزيئات الغرويه. يعني شروط كتير هنا، بس ما تقلقش دي هتطلع لك ل 150 متر، ولو في اعلى من كده هنطلع برضه. تعالى هنا مثلا ده حضرتك ايه شرطه؟ شرطه بس ان يكون فيه الليجنين، بس ايه فشله؟ انه مش قادر يطلع في التجويف. ده حضرتك بيطلع ميه، بيطلع، بس شرطه انه يكون القطر ضيق. طب وده شرطه انه يكون في اسموزيه. فكل واحده من دي ليها شروط وليها مميزات وليها عيب. ده له عيب انه ضعيف، ده له عيب انه اخره 150 سم، ده له عيب انه ما يطلعش في التجويف. لكن دي ممتازه جدا، ولكن شروطها كتير. كده احنا خلصنا الخشب وده شرحه كتير، لكن اللحاء شرحه سهل جدا جدا جدا. تعالى ركز معايا يا دكتور. حضرتك تركيب اللحاء زي ما انت عارف الشكل ده بنسميه انبوبه، والحته دي بنسميها صفيحه او مصفى، والحته دي بنسميها خلايا مرافقه. ادي الشكل اهو، ادي الانبوبه اهي، شلنا منها النواه وشلنا منها العضيات علشان ننقل. اما الخلايا المرافقه موجوده اهي، فيها نواه وفيها حضرتك الميتوكوندريا. بص يا فندم، لو انا جبت هنا مثلا جزيء سكروز مثلا او جزيء جلوكوز، ايا كان جزيء غذاء، جبت منه بقى شويه، مش الشويه دول ينفع يدوبوا في السيتوبلازم؟ ايوه. طب ايه رايك بقى لو السيتوبلازم ده بيلف في شكل دوران، اكنك بتقلب السكر كده في الشاي حضرتك، والشكل ده برضو بيتقلب على شكل دوران وده على شكل دوران. طب ما انا الفواصل اللي بينهم مفتحه، فينفع السائل ده يجي منه شويه هنا، وينفع السائل ده يجي منه شويه هنا. اذا ده بيخلط على ده وده بيخلط على ده، ونفس النظام برضو اهو. يبقى حضرتك اصبح السيتوبلازم موجود على شكل خيوط رايحه جايه، عشان كده عندنا بيانه اسمها خيوط سيتوبلازميه. يعني اشاور كده تقول يا فندم خيوط سيتوبلازميه. مين اللي عمل الخيوط السيتوبلازميه؟ اكيد دوران السيتوبلازم. دوران السيتوبلازم ده هو اسم الآلية. اسمها ايه يا فندم؟ اسمها انسياب سيتوبلازمي. سيتوبلازمي، تمام. حضرتك يا دكتور الانسياب السيتوبلازمي معناه ان السيتوبلازم بيلف معانا في دوران، فيخلط ده مع ده مع ده مع ده مع ده، يعني الاكل رايح جاي. حضرتك في بس طلب صغير، شرط صغير بس، ان احنا محتاجين طاقه تحرك الكلام ده. الطاقه دي بتيجي عن طريق مركبات اسمها اي تي بي، سمعنا عنها في الفصل الاول وهندرسها بالتفصيل في الفصل الثالث. حضرتك في الفصل الثالث بنقول ان الاي تي بي بنصنعه بواسطه الميتوكوندريا، بس الميتوكوندريا دي لازم يوصل لها اكسجين ويوصل لها ماده كيميائيه زي السكر، فنطلع الاي تي بي. طبعا اكيد هيبقى في هنا كده فتحات علشان نعدي من خلالها الاي تي بي. دكتور هنلخص الموضوع، اسم الخاصيه ايه؟ انسياب سيتوبلازمي. الشرط بتاعها اي تي بي. طب والاي تي بي ده عايز ايه؟ ميتوكوندريا بسكر باكسجين
في خليه اسمها خليه مرافقه. يعني لو شلنا الخليه المرافقه مش هنعمل اي تي بي، مش هنعمل دوران، النقل كله يقف. تركيب اللحاء عباره عن انبوبه وخلايا مرافقه. طب اتجاه النقل هنا ايه؟ اتجاه النقل من تحت لفوق ومن فوق لتحت، لان دي بتسمع دي. لكن تعالى هنا كل الاتجاهات اللي هنا حركة كلها لفوق. كده احنا خلصنا النقل في النبات، وحضرتك هنخش على النقل في الانسان. بس قبل ما ندخل على النقل في الانسان ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وخش تحت في التعليقات لو عايز اي حاجه اكتبها في التعليقات، وتشوف عندك الديسكريبشن تحت حاطط لك ملف تفتحه وتحل اللي فيه. سلام.